بس لكن انا كقائد انت هتقارن دلوقتي، انا هنتكلم في المهارات الفنيه والفطريه واللعيبه والذهنيه دي. في لعيبه كده ما بتجيش تاني. يعني شيكابالا مثلا من مثلا 10 سنين نادي الزمالك ما جابش لعيب زيه. يعني كان حازم امام اول ما طلع، حازم امام اول ما طلع، وبعدين المشكله ان دلوقتي شيكابالا هيسمعك هيبتدي بقى. لا انا ده شيكابالا، انا بقول بقى نادي الزمالك النهارده، نادي الزمالك ما يفرطش في شيكابالا. نادي الزمالك ينقص كتير قوي من غير شيكابالا. اولا جماهيريا وشعبيا واللعيبه، حتى موضع ثقه للعيبه في الملعب، معلم موجود في نصيهم، منظم. الكره ما بتروح له الخصم بيخاف منه. كل الفرق بتلعب ناقصه واحد عشان تراقب شيكابالا. انا بكلمك كوره، يعني انا بتكلم كلام بتاع كوره. حسين ياسر الاثنين لعيبه يعملوا لك مشاكل زي في النادي الاهلي. لما يبقى عندك بركات يبقى الفرقه اللي بتلعبك ناقصه واحد، مع لو لعبه ابو تريكه بقوا ناقصين اثنين، ان بيتوظفوا الرقابه. وانت المدافع ما بيجي بيراقب مهاجم، المهاجم عنده القدرات والمهاره والنواحي والسرعه وكل اكتر من المدافع. فاذا الوجود الاثنين العناصر دي اللي عندها الحلول سواء فرديه او جماعيه ما تقدرش تستغنى عنها. لو استغناها يقل بقى نادي الزمالك، ان ما فيش واحد عنده القدرات اللي عملها شيكابالا، سواء في التصويب على المرمى من خرم ابره اللي جت في العارضه، او الكره الثانيه الانفراد اللي عملها شيكابالا وجاب منها الهدف الثاني. ما فيش حد في الجيل اللي موجود دلوقتي يقدر يعمل في نادي الزمالك، يقدر يعمل الكره دي. في النادي الاهلي ما فيش حد زي ابو تريكه يقدر يجيب الجول اللي جابه في ماتش المنتخب، الجول الثالث او الرابع، اللي الراجل راح مرقص الناس ومعلق الكره مدخل. دي ماتش الكونغو، ماتش الكونغو، اللعيبه دي اللي عندها المهارات الذهنيه. احنا الثلاثه اللي في الاستوديو يقدروا يعملوا اللي حصل. لا ازاي ده ناخد القرار. تعمل في الكوره دي ما كانش بيجيب اجوان يا كابتن. كان ياخد القرار يعني ياخد القرار ان انت تاخد القرار وتعدي وتحط الكوره وتعلق الكوره بالشكل ده. ودي واحد يكون اولا واثق في نفسه، واثق في قدراته وفي مهاراته. النهارده احنا بنتكلم عن المهارات الذهنيه. الكوره النهارده ده جول تاني يا كابتن من حلاوته. بص علي كمال بيعيده لنا اكتر من مره. طيب شكرا علي. مستحيل ان حسام حسن هيقول له انزل هنا. ممكن هيقول له روح امسك الراجل السنتر السيرد باك اللي جاي يتقدم في الكوره. ده عزف منفرد ده. طيب ده بقول شيكابالا ثم شيكابالا ثم شيكابالا. هدف يعني واحد واحلى ما في المباراه. وده اللي عمله محمد فاروق. ده محمد فاروق هو اللي حل المباراه، ان طول المباراه شويه دي عشان نتفرج على الهدف ده. ولكن انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد، الفرق الشعبيه دي وخصوصا الاهلي والزمالك ما بيلعبوا خارج الملعب، هم كانهم بيلعبوا جوه الملعب. معاهم الجماهير، المسانده الجماهيريه اللي احنا شايفينها النهارده اللي موجوده في الاهلي وفي الزمالك، هي بتروح وراهم في كل مكان. فكرتنا كده بالفرق يا كابتن. عندنا فرق، عندنا 5 جماهيريه و11 هيئات وشركات. فكرتنا انت. طبعا يعني طبعا ما بقاش عندنا الا 5 جماهيريه. الفرق بقى انسى بقى ال 11 التانيين. هنقول الفرق يا كابتن طاهر بين الهيئات والجماهيريه. الفرق الجماهيريه دي ما بتحسش ان هي بتلعب بره ملعبها، لان الجماهير معاها في كل مكان. يعني النادي الاهلي هيلعب في المحله هيلعب في المنصوره، في الاسكندريه هيلاقي الجماهير، الزمالك زيه هيروح الجماهير. مش هيلعب في المنصوره ولا في المحله، في كل مش هيلعب الا ماتشات وديه. في اسكندريه، في السويس هيلاقي فرقه 20 سنه جماهيره موجوده. جماهيره موجوده. الزمالك هيروح في اي جماهيره موجوده. اذا النهارده انت بتتكلم على المسانده الجماهيريه. المسانده الجماهيريه السنه دي من يوم حسام البدري ما بقى موجود في النادي الاهلي، او في الاخر الايام بتاعت جوزيه مع حسام البدري ومع حسام حسن، المسانده الجماهيريه بقت عاليه جدا جدا جدا، وفيها دوافع كبيره جدا للعيبه، وفيها حافز كبير جدا للعيبه. فاحنا شايفين كوره مع جماهير، يعني شايفين اداء حتى لو الاداء الفني قليل شويه، لكن دفعه الجماهير للعيبه مخليه في صحوه كبيره، وفي كمان في ثقافه دلوقتي في التشجيع. ما بقاش التشجيع عافيه لا، في ثقافه دلوقتي في التشجيع وتنظيم، وتلاقي كل الناس شغاله زي بعض زي كانهم فرقه موسيقيه. فالنهارده احنا بنتنقل نقله ثانيه. فالاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري عندهم جماهير النهارده، واحنا لسه. بس في حاجه يا كابتن طارق اتكلمنا عليها ثانيه. يعني دوري القسم الثاني اصبح هو الدوري الجماهيري دلوقتي. مظبوط، ده كلام صح. هو لو اتحاد الكوره يعني دوري القسم الثاني دلوقتي اصبح هو الدوري الجماهيري. يعمل دوري مجموعتين. بمعنى ايه؟ الممتاز ال 16 دول الانديه الكبيره دي مع انديه الشركات، يعمل مجموعه ثانيه الانديه اللي كانت في الممتاز. ما فيش حاجه اسمها بحري وقبلي يعني عندك الترسانه، غزل المحله، بلديه المحله، المنصوره، طنطا، كروم، كلها فرق دوري ممتاز. طب ما اعمل مجموعه من دي ورا المجموعه الكبيره، اطلع 3 من دول وانزل 3 من دول، يبقى اديت فرصه ل3 فرق من 15 نادي كان في الممتاز جماهيري. دي عملها اللي هو حرب الدهشور. مظبوط، ده كلام صح في فتره سابقه. لكن انا بقسم يعني مثلا بس كده الدوري هيخلص. يعني اذا كان 16 فرقه والدوري بيفضل 11 شهر، ممكن يفضل بقى كام شهر؟ ما هو يا كابتن طاهر، يعني دي مجموعه ودي مجموعه.
بطلع 3 من هنا وانزل 3 من هنا، بس بدي فرصه لانديه كبيره ذات شعبيه جماهيريه من النسيان. حرام غزل المحله وبلديه المحله، حرام طنطا، بس حرام الانديه دي المنصورة. حتى الانديه دي كلها فضيت يا كابتن، يعني حتى بياخدوا اللاعبين المميزين فيها الأندية كلهم الكبيرة، راحوا في الانديه الكبيره بتشتري اللعيبه. راحوا في ال 16 لا حتى لو هم لازم موجودين. تفضل. يعني انت قلت السؤال بتاع امبارح يا كابتن طاهر لما بتقول لي انديه الاقاليم اللي هو الشعبيه دي ايه المشكله اللي عندها؟ انا قلت لسيادتك ان النجوم اللي عندهم بيمشوا. يعني اتحاد اسكندريه قلت لك انا امبارح الكلام ده، يا قلت كابتن لك امسك بالنسبه لجده بالنسبه لريعو يا كابتن دول اللي امسك بيجيبوا الجماهير. النهارده شيكابالا هو في نادي الزمالك، كل جماهير نادي الزمالك نظرها على شيكابالا. لا بس جمهور الزمالك هيروح بشيكابالا ومن غير شيكابالا. بس انا عايز اقول حاجه يا طاهر دلوقتي. النهارده هات لعيبه نادي الزمالك ولعيبه النادي الاهلي، كم واحد من القاهره؟ جمهور الزمالك ده جميل قبل شيكابالا ما يعلن عن نفسه في المباراه. ده جماهير الزمالك. يعني شيكابالا اعلن عن نفسه في الدقيقه الاخيره. كابتن طاهر وهنا جمهور كويس. قبل ما اختلفناش، لكن الجمهور بتيجي تتفرج على مين يا كابتن طاهر؟ على لعيب، على النجوم، على نجم. واحد بيشوط كويس، واحد بيعمل ثرو كويس، واحد بيرقص كويس، وعلى مكسب. على هم ما هو ده اللي بيجيب المكسب، دافع المكسب. ما هو ده اللي بيجيب المكسب. لكن يا كابتن طاهر دلوقتي لو انت مسكت الاهلي والزمالك امسك اللعيبه هتلاقي 99% منهم من خارج القاهره، كلهم جايين من انديه تانية. الاهلي والزمالك والاسماعيلي، او قول الاسماعيلي عنده مدرسه لوحده. الاهلي والزمالك بيجيبوا لعيبه من الانديه، سواء في اللعيبه في الناشئين او في اللعيبه في الفيرست تيم. بيجيبوا لعيبه، بيشتروا لعيبه، ان هي اللعيبه دي حاسين ان اللعيبه دي بتبقى واعده ولعيبه كويسه بتاثر في اداء الفرق. فنادي الزمالك النهارده امسك بالورق والقلم، عبد الشافي، محمود فتح الله، الصفتي، عمرو عاشور الادهم، حسين ياسر، اسمه ابراهيم صلاح، عمرو زكي، كل دولت مش من القاهره. ابو كونيه مش من القاهره، لكن يعني هو الصغير اللي طالع معاهم. مثلا هتلاقي شيكابالا موجود صغير معاهم، عصام الحضري كان في النادي الاهلي وبعدين راح نادي الاسماعيلي، فهو لف شويه في الانديه. لكن هتلاقي معظم اللعيبه من خارج القاهره. اذا النهارده هتبقى المشكله الكبيره ان الانديه الكبيره عينيها على الانديه الصغيره، بتاخد اللعيبه المميزه، اللعيبه بتفرز اللعيبه وبتاخد اللعيبه اللي عندها قدرات واللي تلائم طموحات النادي. برضك بتكلم تاني في نقطه مهمه جدا، مش اي لعيب الاهلي والزمالك بياخد بناء على اللي بيحتاجه المدرب. يعني ممكن انت لعيب عالي جدا والمدرب مش محتاجك ما ياخدكش. بس في السنوات الاخيره الاهلي والزمالك بيجيبوا 10 لاعبين بيلعبوا منهم 4 للفريقين. ما اذا عشان ايه يا كابتن؟ يعني بيبقى عندك استيراد ل10 لاستخدام 4 فقط، عشان الستة ما يروحوش نادي تاني. هو في مشكله يا كابتن، هو عايز يضعف نادي، فممكن يضعف نادي عشان ما يروحش النادي تاني ما يقوموش. بس دي المشكله. او النهارده عضو مجلس اداره جاب لعيب وصمم ان هو يفرضه على الجهاز الفني، والجهاز الفني مش هيلعبوا له، بيبقى حمل على النادي. او سمسار دخل، ودي حقيقه. ده انت كده دخلت في كوارث اداريه يا كابتن. لا دي حقيقه موجوده في الانديه. طيب. النهارده رؤساء الانديه واعضاء مجلس الاداره بيجيبوا لعيبه، والنهارده بيفرضوها على المدربين، يفرضوها ويحصل مشاكل بين المدربين واعضاء مجلس الاداره ان ما بيبقوش مقتنعين بقدرات وامكانيات اللعيبه. فعشان كده تلاقي النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي تلاقي اللي بيلعبوا 17 18 لعيب طول السنه، وانت عندك 25 لعيب. اذا النهارده فرز اللعيبه دي ليها متخصص، ليها واحد دي شغلته ان هو يفرز اللعيبه، وخصوصا لو كان المدير الفني المسؤول هو المسؤول عن اختيار اللعيبه. طيب كابتن شاذلي، كابتن فاروق، عايزين نترك مباراه الزمالك التي انتهت بفوز مستحق لنادي الزمالك وهدف من الزمن الجميل لشيكابالا الذي أعلن عن نفسه في الدقائق الأخيرة وفي بعض فترات من المباراة. وإذا كان هناك إشادة من شيكابالا من الاستوديو فلأنه لاعب موهوب، ولكنه اليوم لم يؤدي 90 دقيقة. خلينا نتكلم كلام منطقي. النهاردة شيكابالا أبدع في هدف المباراة وأبدع في واحدة أخرى في العارضة، ولكنه اختفى في أوقات كثيرة من المباراة. بنتمنى إن شاء الله انه في الفتره القادمه 90 دقيقه يكونوا بنفس المستوى. واحد زي شيكابالا اعتقد مصر كلها محتاجاه في الفتره القادمه. كابتن فاروق، كابتن شاذلي، عايزين نروح للنتائج الاخرى وابرزها نتيجه مصر المقاصه والفوز الكبير جدا على فريق وادي دجله ب6 أهداف مقابل هدفين، التباين الواضح جدا بالنسبه لوادي دجله. لوادي دجله فريق بيفوز على المقاولين العرب في عقر داره ب4 أهداف